بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. حلوني يا باء. الجزء اللي هناخده دلوقتي برضو حاجة هنخلصها على بعضها بنعمة ربنا على حسب ما الروح القدس يرشدنا ويبارك لنا في الوقت. الجزء بتاع تاريخ الكنيسة. طب نراجع نراجع الجزء ماشي. طب نراجع الجزء اللي احنا خدناه في البريك. وقت مستقطع ده يا أخ مينا، ها؟ مش تابع الوقت ده. طب بسرعة كده. هنمشي، بصوا هنمشي افقي، اوكي كده، يعني واحد مجمع نقية، خلاص اللي جنبها حطيتوه جنبها ايه؟ مقدونيوس ده تبع ايه؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ اتنين. طيب افسس 431 دي رقم كام؟ طيب اللي بعدها عدد الحضور 318 ده واحد. طيب قانون الايمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. كده انتوا فاهمين قوي. يلا اللي بعدها بداية نسطور دي واحد ولا اتنين وثلاثة؟ ثلاثة، برافو. نقية 325 واحد. 200 من أساقفة العالم اثنين اللي هي القسطنطينية. مقدمة قانون الإيمان ثلاثة اللي هو إيه؟ اللي عملوا مجمع أفسس. طب اللي بعده أريوس دي إيه؟ قسطنطينية. طيب 150 من أساقفة العالم اثنين. الجزء الثاني من قانون الإيمان اثنين برضو اللي هو مجمع القسطنطينية. شاطرين، برافو عليكم. تجروا في دي؟ حليتوا دي؟ ايه الشطاره دي؟ احنا عندنا خادمات نار نار. اخدتي كيكه؟ شاطرين، ده الهديه بتاعتنا. طب بسرعه كده، كرسي مدينه اورشليم الذي يعتبر الكرسي نقط الاول انطلق منه الاباء الرسل، برافو. كرسي مدينه انطاكيا الذي انطلق منه القديسان فلان وفلان الى نقط ونقط، صح، اسيا واوروبا. كرسي مدينه اسكندريه اساسه القديس وانطلق منه في الكرازه لافريقيا. روما بولس الرسول لما كان في السجن مدة سنتين. قسطنطينية هي الاسم البيزنطي لمدينة اسطنبول. 4 كراسي رئيسية: شريم، أنطاكيا، اسكندرية، روما، ومؤخرا في القرن الرابع أو المنتصف الخامس هو إيه؟ القسطنطينية. شاطرين، برافو عليك، خادمات رائعين ممتازين، والخدام شاركونا بإيه؟ بصمتهم. طيب بنعمة المسيح نبدأ تاريخ الكنيسة. ليه بندرس تاريخ الكنيسة؟ ليه بندرس تاريخ الكنيسة؟ حط تاريخ الكنيسة كأنه تاريخ أي حاجة، كأنه تاريخ مصر. هو نفس الهدف، ولكن بنضيف عليه الصبغة الإيمانية والروحية. بتعرف إزاي نشأت الكنيسة وانتشرت ووصلت لنا؟ لما حد يقول لك أنت جبت إيمانك منين؟ أكيد ما جبتوش من الكتب ولا من السوشيال ميديا. أنا جبته من ماري مرقس. طب وماري مرقس جه هنا إزاي؟ ده تاريخ كنيسة. طب ومين بعد ماري مرقس؟ أنيانوس، ده تاريخ كنيسة. وتسلسل البطاركة تاريخ كنيسة. كل حاجة في الكنيسة مرتبطة بتاريخ. أديكم مثال. إزاي جالنا الميرون؟ الميرون وصل لنا هنا إزاي؟ تاريخ كنيسة. ده تاريخ كنيسة. طيب القداس، فين القداس اللي مارمورس حطه لنا؟ ها؟ طب هو مارمورس ولا كرولوس؟ ده تاريخ كنيسة. أو ده تاريخ كنيسة. تمام؟ طيب الأعياد بتاعتنا كلها تاريخ كنيسة. الشهداء كلهم تاريخ كنيسة. تاريخ الشهداء كله تاريخ كنيسة. إذا عندي تاريخ الكنيسة هو عمود في الكنيسة وفي المعرفة المسيحية وفي الإيمان المسيحي. التاريخ الكنيسة مادة حلوة قوي للتثبيت الإيمان وللتأمل. حتى لما تيجوا تحكوا قصص للأولاد يتبسطوا. ليه؟ لأن هم بيحبوا تاريخ الكنيسة. لو قلت له النهارده هتكلم عن تاريخ الكنيسة يقفل. لو قلت له النهارده احكي لك حكاية يفتح. مع ان هما الاثنين ايه؟ فالنهارده مش هكلمكم عن تاريخ الكنيسة ولا حاجة. هحكي لكم حكايات. طيب يبقى بعرف ازاي الايمان وصل لي وازاي
نشأت الى اخره. في تاريخ الكنيسه ببقى متاكد كيف يقود روح الله الكنيسه. تبصوا تلاقي تاريخ الكنيسه فيه امور صعبه جدا. ازاي روح ربنا قاد الكنيسه في الامور دي؟ ازاي ادى حكمه؟ ازاي ادى نعمه؟ ازاي يخلي العالم كله ضد انسان واحد، والانسان ده يقول انا ضد العالم؟ حتى احنا نسميه هنا حامل ايمان اثناسيوس. عارفين في الغرب يسموه ايه؟ انتي كوزموس. يسموه اثناسيوس انتي كوزموس، اللي هو ضد العالم، ما بيسموش حامل ايمان. ده تاريخ كنيسه. كل قصص الكنيسه ونقل جبل المقطم كل ده تاريخ كنيسه. فعشان كده نفهم ازاي الله يقود الكنيسه. حاجه جميله كمان بنفهمها وبنتعلمها في تاريخ الكنيسه. نقول ايه؟ الحاضر هو ثمر الماضي والمستقبل. تاريخ الكنيسه هو الحاضر والمستقبل. عايز تعرف؟ يقول لك اقرا التاريخ لتعرف المستقبل. عايز تعرف ايه هيحصل بعد كده؟ اقرا تاريخ الكنيسه. عشان كده احنا بنقول كنيسه المسيح القبطيه كنيسه قويه الى مجيء المسيح الثاني. عرفت منين؟ تنبأت؟ قال لك لا، قريت التاريخ عرفت ان هي مكمله. ببساطه شديده. كمان في تاريخ الكنيسه بيقدم لنا امثله لابطال حقيقيين، ناس عاديين. عارفين مثلا واحد زي مارجرجس؟ عارفين الدفنار بتاع مارجرجس بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ ما قالش هكتب سيره اعظم او امير الشهداء، بطل الابطال. عارفين بيقول ايه؟ وكان شاب يدعى جورجيوس. فيديك حق بايه؟ انه انسان عادي. تاريخ الكنيسه بتدينا امثله حيه حقيقيه عن ابطال الايمان، مش ابطال خارقين. كان شاب يدعى جورجيوس، وراح مكمل بقى سيرته الى اخره. طيب ازاي ندرس تاريخ الكنيسه؟ هو في هنا 8 حقب، لكن احنا في الجزء ده مش هندرس غير حقبتين بس. الحقبه اللي هندرسها ميلاد المسيح ونشأة الكنيسه في العصر الرسولي، يبقى ميلاد الكنيسه والعصر الرسولي. الحقبه اللي بعدها تبقى ايه؟ قولوا. لا، اللي قبلها. الكنيسه في العصر اسف، صح، انا اسف، في عصر الشهداء. الكنيسه في العصر الشهداء. في حقبه مش موجوده هنا بس اقول لكم عليها، دي ضروريه برضو تبقوا عارفينها بس مش موجوده. حاجه اسمها العصر الاباء الرسوليين. دي ميعادها امتى؟ بعد الرسل على طول. يمكن مش موجوده في المنهج ده، بس انا حاسس ان احنا كخدمه لازم ندرسها، لان حقبه مهمه جدا اسمها الاباء الرسوليين. حد يعرف مين الاباء الرسوليين؟ ايه؟ بوليكاربوس، اغناطيوس الانطاكي. مالهم دول جم امتى؟ تلاميذ الاباء الرسل على طول. طيب عندنا بقى تاريخ الكنيسه في عصر الرهبنه، تاريخ الكنيسه في عصر المجامع، تاريخ الكنيسه في عصر الانشقاق، الكنيسه القبطيه في العصر الاسلامي، والاسره العلويه اللي هم اسمهم ايه؟ محمد علي، اللي هم الاتراك، لهم اسم تاني مش فاكر. عثمانيين. وبعدين الكنيسه في العصر الحديث حتى سنه 2023، اللي هو يعني من سنتين فاتوا. بس احنا هنا مش هندرس غير اول حاجتين في العصر نشأة المسيحيه والعصر الرسولي والاستشهاد. تعالى ناخد فكره، هحكي لكم حكايه تتحملون فيها وكأن احنا في مدارس الاحد. هركز على الالفاظ دي هي المهمه، رغم ان القصه انتوا عارفينها ما تسرحوش مني. اقول تاني، رغم ان القصه انتوا عارفينها ايه، ما تسرحوش مني. لو جيت اتكلم عن نشأة المسيحيه تفتكروا هتكلم عن ايه؟ صدقيني بديه من قبل كده شويه. ولما جاء ايه؟ ملء الزمان. نشأة المسيحيه في اللحظه بتاعت ولما جاء ملء الزمان.
ملء الزمان ده يعني ايه؟ الزمن اللي كان في فكر الله منذ الازمنه الازليه، ان هو ارسل الله ابنه مولودا من عذراء، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ده اسمه ملء الزمان. طب كان سنه كام ملء الزمان ده؟ برافو عليك بجد يا عم بقى. برافو عليك برضه انك شفتها. بس ما تستغربوش شويه ان احنا بنقول لحظه ملء الزمان هي اللحظه اللي فيها تجسد المسيح، كنوم الكلمه من عذراء، كنوم الكلمه الازلي تجسد من عذراء. كان سنه كام مكتوب عندكم كام؟ 4 ايه؟ 4 قبل الميلاد. معلش، هي يعني في سبب طبعا ان هي ما تبقاش سنه 0 ميلادي، لان سنه 0 دي ما جاتش، وده خطا برضو لوجيك. يا جماعه عارفين الايه اللي بتقول لان الايام شريره؟ هو الكلام عن الزمن فيه عوار. طبيعه خط الزمن لما يكون قبل الميلاد ماينس، لازم نوصل للايه؟ لسنه ايه؟ 0. 0 دي ما جاتش، واخدين بالكم؟ فلما جم يعدلوا الزمن في وقت من الاوقات، جم يحسبوا حسابات معينه ان المسيح اتولد 0، ده الصفر ده ما جاش يبقى 1. قال لك لا، ده الحسبه دي غلط نعدلها. فجم يعدلوها، قال لك بالحسابات الفلكيه والمظبوطه اللي احنا حسبنا غلط، اللي احنا حسبناه يبقى المسيح احنا بدرناه 4 سنين، يبقى هو سنه -4 او 4 قبل الايه؟ قبل الميلاد. هو طبعا ملء الزمان اتحدد بميلاد المسيح. فلما ولادنا يقولوا ازاي يعني المسيح اتولد 4 قبل الميلاد، نقول له لا، هو اتولد، بس لما جم هم يحسبوا جم بعد كده يصححوا، فحطوا سابوا الزمن ميلاد المسيح زي ما هو وخلوه هو ايه؟ يعني قبل كانه قبل التاريخ اللي حددوه اولا ب4 سنين. مفهومه ولا اعديها؟ عديها ولا كاني قلت حاجه. ايه؟ ما هو عديها. طب انت فاهمها؟ طب حد يشرحها لنا جايز انا. طيب ببساطه شديده، التاريخ كان بسيط التاريخ كان بسيط، فحسبوا حسبة ميلاد المسيح في سنة معينة اللي هي 1 ميلادية. بعد زمن ما عدى قالوا ايه اللي احنا عملناه ده؟ الحسبة دي غلط، الحسابات الفلكية اللي احنا حسبنا بيها الحسبة الأولانية غلط، وبالطريقة دي احنا حددنا ميلاد المسيح غلط. امال ميلاد المسيح امتى؟ ميلاد المسيح احنا بدرناه. طب عدلوا بقى التوقيت اللي هو الميلادي، قال لك لا، هنخليه بقى ميلاد المسيح زي ما هو، واحنا هنرجع بالزمن 4 سنين لورا، هنخلي الميلاد 4 قبل الميلاد. ودي التعديل العلمي، اتولد في ملء الزمان. الزمن ما بيتغيرش عند الله. هي هي دي. إيه؟ لا، هو عايز ميلاديه، احنا 2025 ميلاديه، لكن فات كم سنه من ميلاد المسيح؟ لا لا، ماينس لا ماينس 4. ماينس 4 مع 25 يبقى 2021. طب ما انت فاهم اهو، ما بتقول مش فاهم ليه؟ حلو، يبقى المسيح اتولد من كام سنه؟ صح. خلاص يا جماعه عدوها. عديها. المهم، عندي ظهورين. اكيد مش هقول لكم كده ليه في البقره، اكيد. خليكم معايا يا دكتور، خليك معايا. عندي ظهورين مهمين سماويين في حادثه الميلاد: ظهور ملائكه لرعاه، وظهور قولوا نجم لمجوس.
يبقى ملاك الرعاة ونجم المجوس، ودي بقى فيها تأملات كتير وفرايتي في التأمل كبير قوي. يظهر بعد كده حادثة شهيرة قوي، هيرودس اسمه هيرودس الكبير، كان دموي، وعشان ينتقم من المجوس عايز يقتل هذا الصبي الملك، فعمل ايه؟ مذبحة قتل فيها كل أطفال بيت لحم وتخومها، يعني كل القرى المحيطة. بعد كده تظهر العائلة المقدسة بإرشاد إلهي ووحي من الملاك. يوسف ياخد العائلة، قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر وخليك هناك لغاية ما أقول لك. راح على إيمان، هو مش عارف يرجع إمتى، يوم يومين سنة سنتين ما يعرفش. التقليد المقدس، وفي أسقف البهنسة الأنبا سوفيلوس يعني يقول إن هو قعدوا في مصر، في ناس تقول 6 شهور، توصل المعدلات لغاية 3 سنين و11 شهر. يرجع المسيح بالعائلة المقدسة متى 22 لما قال له قم وخذ الصبي وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. رجع لقى هيرودس الكبير مات، بس مين اتولى اليهودية مكانه؟ ابنه اسمه أرخلاوس، وكان معروف ان أرشلاوس او أرخلاوس ده دموي زي ابوه. يقول لك ايه؟ فقعد في الجليل كما اوحى له الملاك، يعني ما كانش بيتحرك اي حركه غير بايه؟ باعاز الهي. راح في الجليل وسكن في قريه فقيره جدا اسمها ناصره، عشان كده يقول لك انه يدعى ناصريا. ودي برضو فيها لغط كبير. امتى المسيح اتقال عليه ان هو ناصريا في العهد القديم؟ مرتين، مره في اشعيا ومره في ارميا، انه يتقال عليه الرجل الغصن. كلمه الغصن يعني ناصري او عبد الغصن. بعد كده المسيح الكتاب المقدس يقول كان ينمو في القامه والنعمه والحكمه عند الله والناس. وبالنسبه لابوه وامه يقول لك كان خاضعا لهما. ولما وصل لسن ال30 اتعمد من يوحنا المعمدان. يوحنا ما كانش عايز يعمده في الاول، كان عارفه هم قرايب، لكن بالروح عرفوا بعض لما سجدوا له اصلا، لما كان في بطن امه وسجد له، وبالروح لما لقى الحمامه نازله قال هوذا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم كله. وفي شهاده الاب عن المسيح في المعموديه لما قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. بعد كده المعموديه المسيح اتجه للبريه، قعد كام يوم؟ 40 يوم، وجرب من ابليس وانتصر المسيح لنا، انتصر لنا. والنصره اللي انتصرها المسيح سابها رصيد في بنك السماء يسحب منه المؤمنين كيفما شاء. والصيام ده اللي هو الصيام الكبير، ال40 المقدسه اللي احنا بنصومهم في الكنيسه. يبقى كده تبتدي اللي بنسميها الخدمه الجهاريه، يعني حياه المسيح ما قبل هذا حياه سريه، سنين صمت وما نعرفش عنها حاجه. من اللحظه دي بقى حياه جهاريه. جهاريه يعني ايه؟ معروف راح فين، قال ايه، الى اخره. دعا التلاميذ، وفي اللحظه دي لما ساب الناصره، عارفين سكن فين؟ عارفين المسيح لما ساب الناصره سكن فين؟ برافو، في كفر نحوم. عارفين خد، يقول لك خد بيت فين؟ حد لاحظ كده؟ اخذ لنفسه بيتا عند البحر. كان وفي العهد الجديد لما تسمع ان هو ذهب الى وطنه، ما كانش ذهب للناصره، لما يقول ذهب لوطنه يذهب لكفر نحوم. وكفر نحوم هو كان مركز الخدمه بتاعت المسيح. ولما يقولوا قرايبك ومش قرايبك كان في كفر نحوم. اغلب خدمته في الجليل كانت في كفر نحوم. اختار 12 تلميذ كلهم من الجليل، واحد بس من اليهوديه. الجليل يا جماعه المقاطعه الشماليه، المقاطعه اللي في النص اللي هي السامره، المقاطعه اللي في الجنوب اللي هي اليهوديه، وبعدين نهر الاردن كده عبر النهر في بيريا والعشر مدن. لما جه يختار تلاميذ اختار 11 تلميذ من مقاطعه الجليل الفلاحين. اختار واحد بس من اليهوديه اللي هو الحضر والعاصمه. عارفين مين؟ برافو، يهوذا. بعد ما اختار 11 تلميذ، ال 12 تلميذ، اختار 70 رسول. وفي لوقا 9 و10 و11 يبان قوي موضوع اختيار التلاميذ ال 12 وال70 والارساليات الى اخره.
وعلمهم. كان المسيح يقول لك ايه؟ بصوا المسيح كان بيعمل ايه بقى؟ يعلم، يكرز، يشفي. يعلم في المجامع، يكرز ببشاره الملكوت، يشفي كل مرض وضعف في الشعب. فلو جيت قلت لكم المسيح عمل 3 اعمال خلاصيه، 3 اعمال خلاصيه، ايه وايه وايه؟ يعلم في المجامع، يكرز بملكوت السماوات او ببشاره الملكوت، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. دي اعمال المسيح في حياته. طبعا في عمل خلاصي في الاسبوع الالام وعلى الصليب. طيب ايه اللي حصل يا جماعه؟ كان المفروض ادي لكم مقدمه عن الاجواء الاجتماعيه والسياسيه في الزمن ده، لكن مش في المنهج يعني. اورشليم في الوقت ده او فلسطين او يعني في الوقت ده كانت، ما كانش الشعب فئه واحده، كانوا فئات كتير، وكانوا فئات متناحره متصارعه. حتى الهيكل نفسه كان فيه فئات متصارعه. يعني الصديقيون مسيطرين على السنهدرين، على مجلس السندي. الفريسيين مسيطرين على الهيكل. الكتبه كانوا غلابه، ما لهمش في السيطره. وكان في جماعه اسمهم الغيوريين. الغيوريين دول اللي هم كانوا بينفذوا الشريعه اليهوديه بالعنف. كان منهم واحد من التلاميذ، عارفينه؟ سمعان الغيور. عارفين الناس المتدينين متشددين؟ المهم، كل الفئات اجتمعت على حاجه واحده: المسيح او يسوع خطر علينا. كل اعمال المسيح كانت بتمثل خطر على الفريسيين والصدوقيين والكتبه والمجلس السني. طب ايه الخطر؟ ان هو بيزعزع سلطتهم. لان هم بره جم قالوا، اتفضحوا كده، قالوا باي سلطان تفعل هذا؟ من اعطاك هذا السلطان؟ فرد المسيح بحكمه، وكل المرات كانوا بينطق بحكمه يعني. زعزعت الكرسي الفريسيين، وصلت في نهايه خدمه المسيح السنه الثالثه لخدمه المسيح لاوجها لقمتها، لدرجه انه هو عارفين لما يكون في بيت بيهزوه عشان يقع، عشان يبني مكانه بيت تاني. المسيح كان بيعمل كده. عرش الفريسيين والكتب والصديقيون كان يهزه عشان يقع، بيمهد الطريق لمين؟ قولوا التلاميذ البسطة، ان تبنى كنيستهم على نظافه. وكان بيسحب السلطان من اليهود ورؤسائهم وبيعطيه للتلاميذ. ومرات كتير يقول لهم ان بنوا الملكوت، ان الملكوت هيؤخذ من بنيه ويعطى لامه ثانيه. مرات كتير في الاسبوع الاخير بالذات كان يقول امثال زي مثلا مثل الكرامين الارضياء، للدرجه ان هم الكتبه قالوا له انت كده بتشتمنا يا معلم. قال لهم بشتمكم، الكلام عليكم. هم فهموا ان الكلام عليهم، ان هم كرامين الارضياء، ان هو هياخذ الكرم ويعطيه لكرامين تانيين اخرين. كانت النهايه ان الكراهيه والحقد وصل لقمته، واتفقوا العناصر المختلفه دول، الفئات المختلفه، اتفقوا ان هو لازم المسيح يموت. عارفين كلمه يقتل ظهرت امتى؟ بعد معجزه ايه؟ صح، اقامه لعازر. المسيح قبل كده في السنه الثالثه لخدمته بدا يمهد للتلاميذ مره واثنين وثلاثه، بس بتدرج. قال لهم المسيح ابن الانسان هيصعد الى اورشليم وهيسلم لايدي الناس. المره اللي بعدها قال له هو ايه؟ هيقتلوه. المره اللي بعدها قال طريقه القتل، قال يصلب، وقال ان هو هيقوم في اليوم الثالث. المسيح مهد للتلاميذ لدرجه ان بطرس في قيصريه فيلبس، قيصريه فيلبس دي الخريطه كده، قيصريه فيلبس في عبر الاردن، قمه الشمال، لما تعدي الاردن كده في قمه الشمال، فيها الحادثه الشهيره لما بطرس قال له ايه؟ من يقول الناس اني انا؟ فبطرس قال ايه؟ انت هو المسيح ابن الله الحي. بعد كده دخل بقى المسيح اورشليم، وهم قالوا خلاص فرصتنا، وحصل ان اشترك الامم مع اليهود في صلب المسيح. اليهود سلموه لبيلاطس. بيلاطس كان يعني قال ان هو بريء، قالها مرتين او ثلاثه. المسيح
مره كده نعمل لكم دراسه 7 مرات يستجوب، 7 مرات يستجوب، ولا مره فيها ادانه للمسيح. خدوا بالكم، عاوز اقول لكم على حاجه. بيلاطس رغم ان هو كان حلقه في صلب المسيح، الا انه بيتذكر في الكنيسه كذا مره، على الاقل مرتين في ذهني دلوقتي. ها، امتى وامتى؟ اسم بيلاطس البونطي بالذات بيتذكر مرتين في الليتورجيه. قانون الايمان صلب عنا وعلى عهد، دي اول مره. تاني مره في الاعتراف بتاع الكاهن، اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونطي. طب ليه بنذكر بيلاطس البونطي رغم انه كان جزء من الام المسيح؟ مرتين، مره بالاعتراف ومره بالتاريخ. برافو عليك. عشان اقول ان المسيح كان رغم انه ابن الله الكلمه، الا انه كان في الزمن، في المكان والزمان اللي فيه بيلاطس البونطي، يعني في فلسطين في المكان وفي الزمن بتاع بيلاطس البونطي. عشان لو حد قال لي المسيح فين، اقول له في عهد بيلاطس البونطي. وللمعلومات يعني، فضل موضوع بيلاطس البونطي ده شوكه في ظهر الكنيسه، يقول لك اديني اماره ان كان في واحد اسمه بيلاطس البونطي. بيدوروا في كل الكتب مش لاقيين، كل المخطوطات مش لاقيين، كل الاركيولوجي مش لاقيين. اول ظهور لوثيقه تاريخيه فيها اسم بيلاطس البونطي في سنه كام؟ 1960 1962، لسه قريب. يعني احنا بنقول بيلاطس البونطي من زمان، لكن ما كانش في اي وثيقه ظاهره في ستينات القرن الماضي. ده ياكد لنا ان عدم وجود دليل وبرهان لا يعني ان الحاجه دي مش موجوده، ان جايز في المستقبل تظهر. المهم، بيلاطس البونطي امر بصلب المسيح، اتصلب، كبر، قام. احنا متاكدين ان هو مات، صح؟ لكن في القانون الايمان يقول لك تألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. ليه ما قالش مات؟ مات. برافو. كلمه كبر اشاره للموت، ولكن كلمه كبر بالذات احنا عاوزين اشاره ناسوتيه. فالقبر هو المكان اللي حوى الجسد، فدي اشاره لموت الناسوت فقط. لان احنا فاكرين ان قانون الايمان اتحط في مجمع نقيا للرد على بدعه اريوس، فكان حريصين ان هم ما يقولوش مات على المسيح، لكن قاصدين انه مات على جسد، لان لاهوت المسيح ماله حي لا يموت. تألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. يعني ايه كما في الكتب؟ كل نبوات العهد القديم، حتى نفسه هو المسيح تنبأ عن نفسه انه يقول لك انه في اليوم الثالث يقوم. وذكرت كذا مره نبوات عن المسيح. اشهر نبوه عن قيامه المسيح في اليوم الثالث برافو، يونان النبي. طبعا في بقى زكريا وفي ارميا وفي ايوب الى اخره. صعد المسيح بعد 40 يوم من قيامته وقال لهم لا تبرحوا اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. وده في سفر اعمال الرسل 1:14. فضلوا قاعدين في العليه يصلوا 10 ايام مواظبين بنفس واحده على الصلاه. شوفوا بقى يقول لك مع النساء ومريم ام يسوع واخواته. قولوا لي اهميه الايه دي العليه كانوا مواظبين على الصلاه بنفس واحده مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخواته. اهميه الايه دي اهميتها مشهد الكنيسه. مش حاسين زي الاجتماع اللي احنا فيه دلوقتي؟ احنا بنفس واحده. وتخيلوا كده الكنيسه الاولى فيها العذراء حاضره، ولما نيجي نقول بقى العذراء ويانا، ما احنا ما بنألفش ده النساء ومريم ام يسوع واخواته. اخواته يعني تلاميذ وقرايبه بالجسد. اصبحت الكنيسه هي عيله المسيح الكبيره اللي فيها العذراء عضو في الكنيسه. وتخيلوا كده العذراء بتحضر قداس عملوا الرسل وبتتناول منهم جسد المسيح ودمه. يعني تشوفوا فكره الكنيسه من اول يوم كانت عامله ازاي. يجي بعد كده اليوم العاشر اللي هو 50 من القيامه،
يحصل الساعة 9 الصبح الثالثة بالتوقيت اليهودي مظاهر غريبة جدا أول مرة نشوفها. صوت مش ريح، ده صوت إيه؟ اللي هو إيه؟ الصوت ده. والألسنة منقسمة، يعني في لهب، ومن اللهب متصل من فوق ومنقسم من تحت. ألسنة من نار على كل واحد منهم، بس من فوق مالها نار واحدة، بس نار ما بتلسعش. وخرجوا بره بيتكلموا بألسنة. الناس فكرتهم سكرانين، لأن اليوم ده كان يوم عيد الخمسين اللي فيه كل اليهود مجتمعين في أورشليم لحم، مفيش موطئ لقدم. عارفين مثلا الكنيسة لما تبقى ليلة العيد كده لحم. فبدأوا يكلموهم كل واحد يسمع لغته. مين أول واحد بدأ إن هو يتقدم؟ بطرس. وقال لهم انتوا فاهمين غلط، دول ليسوا سكارى، محدش بيسكر الساعة 9 صباحا. ده اللي اتقال عنه في يوئيل النبي، ان يتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم بنيكم احلاما. وبعدين بدأ يكلموا عن المسيح اللي اتصلب ومات، واللي انتم امرتوا بايه؟ بموته، واشترك مع ذلك بيلاطس بونتي. كلمهم عن التوبة، وكلمهم عن المعمودية. نخس يفوق قلوبهم، يعني اتأنبوا. قال لك طب في ايه نعمل ايه دلوقتي؟ قال لك توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع. فالتوبه والمعموديه هنا كانوا، وتاب وتعمد في اليوم ده 3000 واحد. مش عارف يتعمدوا ازاي، لكن اتعمدوا. يعني انا لما بيبقى عندنا معموديه فيها 3 اطفال بيتعمدوا في يوم واحد، غالبا الاباء يعني بيجيبوا ميه من كل حته. 3000 ازاي ما اعرفش، يعني 3 بنموت. بس هما كانوا 12 تلميذ ما اعرفش، وكان في وضع ايادي طبعا هو اللي حضور الروح القدس. ويتقال عن مشهد الكنيسة، يقول لك وكان الآباء الرسل مواظبين على التعليم والشركة وكسر الخبز والصلوات. أعمال 2 وأعمال 5. ظهرت مشكلة إن في مؤمنين من أصل يهودي، أرامل من أصل يهودي وأرامل من أصل يوناني. حصلت فتنة طائفية كده، ده أنتوا عندكم خيار وفقوس. قال لك لا 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 لا، إحنا هننشغل بخدمة الموائد، إحنا هنعين 7 شمامسة وهم إيه مملوئين من كل حكمة، وكان رئيسهم استفانوس، واحنا هنلتفت للصلوات، الكرازة بقى والصلاة وكده. وده مبدأ إداري وقيادي حلو في الكنيسة. كان منهم مين اللي احنا جبنا سيرته؟ نيكولاوس. اللي حصل بعد كده ان استفانوس كان متقدم وكان مملوء بالحكمة، اتاخد في مجمع السنهدرين. مجمع السنهدرين اللي حكم أمامه المسيح هو نفس المجمع اللي حكم أمامه مين؟ استفانوس. افحم المجمع، جاب لهم قصه العهد القديم من اول ابراهيم لغايه ما هم واقفين دلوقتي. وبعدين يقول لك صروا على اسنانهم، عملوا كده من الغيظ، وخدوه ورجموه. وبعد شهاده استفانوس، طبعا انتوا عارفين ان شاف السماوات مفتوحه وصلى لقاتليه، قال لي يا رب لا تقم لهم ايه هذه الخطيه. هنا بقى يبتدي يديني مشهد جديد خالص، اللي هو مين؟ وكان شاول، كان شاول حارس ثياب اللي برجم استفانوس واقف وكان راضيا بقتله. وعايز اقول لكم حاجه، ان مشهد موت استفانوس فضل معلم في ذاكره بولس الرسول الى اخر يوم في حياته. فضل مشهد استفانوس ده لازق في دماغه، وكان من اهم اسباب ايمان شاول المشهد اللي هو شافه، لان بيقولوا على استفانوس هو الشهيد الكامل. شهد استقامه في الحياه، صلى من اجل صليبيه، سفك دمه من اجل المسيح، ده اسمه الشهيد الكامل. فاستقامه حياه استفانوس والرؤيه السماويه وصلاته من اجل صليبيه وظلمه، شاول ظلمه لاستفانوس، فضل الموضوع ده. المهم يبدا بعد كده، بعد استشهاد استفانوس حصل ضيق عظيم في الكنيسه، من كتر ما اليهود كانوا مضيقين الخناق على المسيحيين في اورشليم. يقول لك تشتتا المؤمنين في كل البلاد. طب التشتت ده كان كويس ولا وحش؟
كان وحش؟ لا كان كويس. يقول لك كانوا بدأوا ان هم يكرزوا، بس الكتاب المقدس يقول ايه؟ لا يكلمون احدا الا اليهود فقط. هم في خيالهم ان الايمان والخلاص لليهود، فكانوا ما بيكلموش غير اليهود بس. اللحظه دي هي بعد كده بقى يبدا العصر الرسولي. يبدا بطرس يشوف ملايه من السماء وكرنيليوس، والروح الله اظهر ان هو قابل المؤمنين لما في روح قدس حل على المؤمنين قبل ما يتعمدوا. ودي كانت حاجه استثنائيه حصلت مره واحده بس، عشان ربنا يقول انا راضي عن الامم. فنزل عليهم الروح القدس، حل عليهم الروح القدس، وبعدين اتعمدوا. دي حاجه استثنائيه ما حصلتش غير مره واحده. حصل في اورشليم بقى ضيق. كان اسقف اورشليم انا قلت لكم مين اللي كان رئيس المجمع في اعمال 15؟ يعقوب ابن زبدي. كان هيرودس، بس مش هيرودس الكبير، واحد اسمه هيرودس اغرباس ابن هيرودس انتيباس، وكان برضه دموي. حب يسترضي اليهود. طب يسترضيهم على حساب مين؟ على حساب المسيحيين. هات اسقف اورشليم قتله، خد يعقوب واستشهد يعقوب. لما لقى اليهود مبسوطين قال لك طب وماله، لما الحاجه دي بتبسط اليهود ونخلينا سمنه على العسل، هات بطرس. وتيجي الحاسه بتاعت بطرس في السجن وهو نايم، يجي الملاك يصحيه، والكنيسه مجتمعه في العليه بتصلي من اجل بطرس. وبعدين يطلع الملاك يفتح له الابواب، يروح لهم ويقول لهم ايه اللي حصل معاه. كانوا فرحانين فرحه ما حصلتش. الكلام ده كان سنه 44 ميلاديه. الحادثه دي 44 ميلاديه. ظهور المسيح لشاول كان 34 ميلاديه. مركزين في تمام. يبقى المسيح يظهر لشاول، بس خدمه شاول لسه ما ظهرتش. شاول في دمشق مختفي، متنصر بس مختفي. الوحيد اللي مؤمن بيه برنابا، ياخده يخبيه، ياخده يروح الجزيره العربيه او الاردن، يعني اقصد يتعلم من 3 سنين، ياخد خلوه لغايه دلوقتي لسه ما ظهرش. يظهر امتى؟ يظهر لما برنابا يجيبوا يقدموا للرسل، يقول لهم ده شاول اطمنوا، ده مؤمن، ده حلو، ده قوي، والمسيح بنفسه ظهر لي وقال لي ان هو هيكون اناء مختار لي وهيستشهد من اجل اسمي. قبلوا الكنيسه، وضعوا على بولس وبرنابا، وضعوا الايادي، يعني رسموه اسقف وبعتوه لانطاكيا. تبدا خدمه الامم من هنا، وتظهر مشكله جديده اسمها مشكله ايه؟ التهود، اللي اتحلت في اعمال كام؟ اعمال الرسل كام؟ 15. يبقى اعمال الرسل 15 قبله رحله بولس الرسول الاولى، بعده الرحله الثانيه والثالثه. اقول تاني، يبقى الحد الفاصل ايه؟ اعمال 15 مجمع اورشليم. قبله بولس وبرنابا يطلعوا الرحله الاولى وتاخد اصحاحين، لو 13 و14. وبعده يروح الرحله الثانيه مع مين؟ صح، تمام. ويطلع الرحله الثالثه. الرحله الثانيه 3 اصحاحات، الرحله الرابعه 4 اصحاحات. وصلنا لاعمال 22. من اعمال 23 للاخر رحله بولس الرسول الرابعه، اللي فيها اتسجن في روما. وكانت رحله صعبه جدا جدا. كان فيها اسير، ما كانش فيها كارث، كان فيها اسير. احنا وصلنا لغايه كام؟ احنا سنه 48 الرحله الاولى، 51 الرحله الثالثه، 57 الرحله الثالثه. 48 51 57. تفهموا من كده ان مجمع اورشليم كان سنه كام؟ صح، 50. في حادثه شهيره جدا غيرت وجه المسيحيه في المنطقه كلها. بدات الامبراطوريه الرومانيه تتهاوى، والمسيح لعن اورشليم. قال لك يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء والرجل، كم مره اردت ها انا اترك لكم بيتكم خرابا. حصل الخراب اللي تنبأ عنه المسيح سنه كام؟ 70. جه قائد روماني اسمه بومبي وخرب اورشليم. ما كانش قصده يخرب اورشليم الهيكل، لكن ده اللي حصل. اقروا في التاريخ احداث غريبه جدا ومتشابكه ومتلعبكه، لدرجه ان الكهنه بتوع الهيكل رموا نفسهم جوه الهيكل وهو مولع نار، قالوا احنا خلاص ما عادش لينا عيشه.
مين كان اسقف اورشليم في الوقت اللي قبل ده؟ يعقوب ابن حلفة. استشهد قبل خراب اورشليم بسنتين. استشهد، على فكره كلمه استشهد غلط، استشهد هي اللي صح. هقول لكم ليه بعدين بقى عشان الوقت. خراب اورشليم انتهى كرسي البابويه في اورشليم للقرن الرابع، فضلت بقيه القرن الاول والثاني والثالث مش موجود، ما قبلوش الا على ايد الملكه هيلانا. تمام. الوقت 70 ميلاديه ده كان في اخر رسول كان عايش. مين اخر رسول؟ كان يوحنا، كان لسه عايش وكان اسقف على افسس، واحكي لكم دلوقتي قصته. مصر كان دخلت فيها المسيحيه ومدرسه الاسكندريه، واستشهد ماريموروس، بقاله سنتين مستشهد. روما تاسست فيها المسيحيه واتحط اساسها، واستشهد بطرس وبولس سنه واحده اعتقد. مفيش ثوابت، مفيش تواريخ مؤكده يا جماعه، كلها تقريبيه. ملمين الموضوع معايا؟ موضوع ملموم. تبتدي عندي نظره على الكنيسه القبطيه. انا كده قلت خلاص الكراسي كلها والعصر الرسولي والكراسي. هننقل كده الكادر على الكنيسه القبطيه. يقولوا ماريموروس جه سنه 60. يا ترى جه منين تفتكروا؟ بصوا كده في الجغرافيا كده، جه منين؟ يعني جه من ليبيا؟ ما جاش من فلسطين. يعني بدأت رحلته من موطنه. انتوا عارفين كان مولود فين؟ في القيروان. فلما بدأ يخدم بدأ فين؟ في ليبيا. ولما دخل مصر ما دخلش من الشمال، دخل من الغرب، من الواحات البحريه. والواحات البحريه في ذلك الزمان كانت حضاره، دلوقتي صحراء. دخل من الواحات البحريه في الغرب. انا مش عارف اشارتي كده مظبوطه بالنسبه لكم؟ لا بالنسبه لكم كده صح؟ خد بالك. وراح صاعد من الواحات البحريه من الجنوب للشمال، ودخل اسكندريه من بوابتها الجنوبيه. ويقابل مين؟ انيانوس. كان ديانته ايه؟ وثني، بيعبد توحيد ولكن ديانه وثنيه. صندله مقطوع، ماشي فرده وفرده يا عيني. قابل محل تصليح جزم، دخل المخراس دخل في ايد الراجل، راح قايل ايوس سيوس، ايوس سيوس. اكمن ماريمورقس عارف اللغه، انبهر، بيقول ايها الاله الواحد. فراح قال له انا جاي النهارده اكلمك عن، لا قبل كده شفاه، جاب طين من الارض وتفل عليه لما شاف المسيح عمل كده زمان، وشفاله صبعه. وقال له انت شفيتني ازاي؟ قال له انا شفيتك باسم الاله الواحد. مين الاله الواحد؟ قال له اسمه يسوع المسيح. قال له يعني مش سيرابيس؟ يعني مش ابيس؟ يعني ما اعرفش مش مين؟ قال له لا اسمه يسوع المسيح. ايه مين يسوع المسيح ده اللي شفاني ده؟ قال له لا ده حكايته حكايه، لسه بيبتدي يحكي. قال له لا لا. راح جايب ضلفه المحل، قال له تعالى لي بقى. وراح البيت عنده. راح البيت عنده في نفس الليله امن انيانوس ومراته واولاده وتعمدوا. بدات المسيحيه في اسكندريه في سريه وفي البيوت. بدات الموضوع ينتشر وبدا الخبر يطلع، وبدا معابد الاوثان الرجل عليها تخف، واجتماعات المسيحيين تزيد. وكانت اسكندريه فيها حضاره كبيره جدا في ذلك الزمان، فكان فيها حريه دينيه. لكن لما الموضوع جه على عباده الاوثان، الا الاوثان، المعابد فاضيه. فالمسيحيين قالوا يا قديس مرقس او يا ابونا مرقس، في قلق، وجودك في اسكندريه خطر جدا الفتره دي. قال لهم طب انتوا تقترحوا ايه؟ تقترح سيب البلد وتعالى لنا تاني. راح راسم انيانوس اسقف وولاده الثلاثه كهنه، وراح راسم 7 شمامسه. خلي بالكم احنا ما نعرفش اسماء ولاده الثلاثه، بس التقليد بياكد لنا ان هم اولاد انيانوس. الثلاث قصوص اللي هو رسمهم كانوا ولاده. يسافر ماريمورقس يروح روما. اراء بتقول ان هو حضر استشهاد بولس وبطرس، اراء. يرجع تاني، بس المره دي يرجع بقى من عن طريق
البحر بقى اسكندريه مباشره، ويحضر ويأسس. بصوا بقى النهضه اللي عملها ماري مرقس، اي حد ينبهر باللي عمله ماري مرقس. بص، أسس مدرسه اسكندريه اللاهوتيه، كتب الانجيل بتاعه، سلمهم القداس الالهي. رسم انيانوس في المره دي رسم انيانوس وولاده وسبع شمامسه، المره دي مش المره اللي فاتت. عمل نهضه كبيره قوي، واكبر نهضه موضوع القداس ومدرسه اسكندريه اللاهوتيه دي. وكان لما مره ثانيه بكلمكم عن موضوع مدرسه اسكندريه اللاهوتيه دي. في نفس الوقت اللي كان فيه عيد القيامه، كان عيد الاله سيرابيس او سير ابيس، وكانوا بيعبدوا البقر. وكانت الكنيسه اللي بيصلي فيها ماري مرقس عيد القيامه اسمها بوكاليا. بوكاليا يعني دار البقر، بوكاليا. وكانت قريبه من المعبد بتاع ابيس. راحوا الكهنه يقدموا الذبيحه والاعياد والاحتفالات، لقوا الناس قليله خالص. طب الكهنه يقولوا فين الشعب؟ قال لك بيصلوا عيد القيامه مع ماري مرقس. راحوا داخلين الكنيسه وماري مرقس بيصلي القداس، جروه في شوارع اسكندريه وسجنوه. سحلوه سحل جامد في شوارع اسكندريه وسجنوه. في الليله دي ما ماتش، وهو في السجن ظهر له المسيح يسوع. عشان كده سموه ناظر الاله، عشان ياكدوا ظهور المسيح، لانه اتشفى. تاني يوم دخلوا عليه لقوه سليم، راحوا جروه بقى، بس اليوم كله بقى. وكانوا رابطينه. واللي يقولوا كده ان اللي كانوا بيعملوا كده الرعاع، وكانوا بيزفوه بيشتموه ويقولوا جروا الطور، او جروا الطور في دار البقر. من المكان ده اسمه دار البقر اللي هو بوكاليا. فيقول لك ايه، جروا او اسحلوا الطور في دار البقر. من كتر الجر انفصلت راس مرمورس عن جسمه. الى يومنا هذا الراس منفصله عن الايه؟ عن الجسم. ودي لها رحله وده له رحله. وحصل بعد كده ان استشهد ماري مرقس يوم 8 مايو يوافق 68 ميلاديه، 30 برمودا، عيد استشهاد ماري مرقس. ده الجزء اللي احنا مقرر علينا. شفتوا سهل ازاي؟ في حاجه انا حكيتها انتم مش عارفينها؟ انا بأنهض بالتذكره ذهنكم النقي بس. بعد كده بقى تاريخ كتابه العهد الجديد، وانا شايف ان هو ممكن انتوا تبقوا تبصوا في المذكره، لان ايه، ما فيهوش حاجه يعني. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.